الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قفادح من حياتي. أبدأ القفادح ولا تخلو إن شاء الله من فائدة. أن الإنسان رب غلطة من الغلطات تكون طريقا إلى النجاح. عندما تصحح هذه الغلطة تكون طريق للنجاح. وأذكر لكم قصتي في البداية، وكنت أدرس في الابتدائية وتحديدا في صف سادس ابتدائي. كان معنا أستاذ سوداني طويل القامة كأنه عمود. وبعدين لا يوم أجا موجه، أجاوا الموجهين، كانوا يجوا زيارات الموجهين، فقام الأستاذ هذا حق مادة القرآن الكريم والتجويد يفتخر بالطلاب قدام الموجه: هذا طلابي أنا كلهم بلابل. فقال الموجه: إن شاء الله يكونوا على حسن الظن، ونبدأ الآن بالأسئلة. ثم قال: ما هو من يعطيني مثال على الإدغام، مثال من القرآن الكريم على الإدغام. الطلاب كلهم رفعوا دقهم، وانا طبعا كنت المؤخره، والطفوله كنت مشاغب شويه وجنبي ويعني وجالس واحد بليد ومشاغب كان اسمه عبد الله، يعني ربنا يذكره بالخير. فالطلاب كلهم رفعوا دقهم، انا رفعت ايدي مع الطلاب بس دهنا قطعت راسي لاني ما جاري باجابه. يدي مثال على الادغام من القران الكريم. فلما رفعت ايدي قمت اعلم صاحبي: مو الجواب خابر. قال: عادي. يقول له: مسمار بس شدد الميم، مسمار بس شدد الميم. الموجه مختارني اللي انا. قال: هذا دور مطر راسها اقم، يلا ادي مثال من القران الكريم على الادغام. انا قمكو قد امن على غاش دي صاحبي. قال: كولو مسمار. الا وسوداني خرج الزبد حقه وغضب: مسمار براس اللي خلفوك يا بقم. دي مثال من القران لا من الورشه؟ تدي مثال من القرآن لا من الورشة؟ قال: كلني ما أكل. قام الموجه قال: خلاص سؤال ثاني. ما هي الكلمة التي يعني تجمع حروف الإدغام؟ كلمة تجمع حروف الإدغام. وأنا دقق صاحبي عبد الله، وعبد الله قل لي مو هو الجواب. قال: الناس قال قطو حجار. كيف؟ قال: الناس قال قطو حجار. كلها بس هذه إجابة. قال: أنت ما هو مقرني حل فوقي أنا، قم عوض على السؤال الأول. قال: كله بسيط. قال: يلا جاوب. ما هي الكلمة التي تجمع حروف الإدغام؟ قال: كله الناس قطو حجار. إلا والسوداني تبرطع على تبرطع فوق الصفوف دي، الطلاب كلهم جاي نابين كل دي ما أكل. لا قطو حجار، اعمروا بيتكم يا بقم وسبد وخرجني أنا والرجل، أنتم مفاصل بعد الظهور في حصتي. خرجت وأنا ندم. قالوم صاحبي قال: كله ما لي ما غشش كان لي بهذا السؤال. قال: أصلا هي أنا داري بالجواب. كله مو قال: يرملون. قال: كل ما قال ليش يرملون؟ قال: انا قال كوش افصله واشرحه علشان يفهمه. يرملون يعني الناس قال قطور رمل، بس انا قربك انه الناس قال قطور حجار. قال: كل ما ليش تقول لي هكا؟ اذا السوداني غلطان علي، خلوا لما يخرج وانا اقول له اني ادوك الجواب صح. لا، ما قال الاستاذ مروح قريه وهو كان ساكن بقريه حق انا. لا اكو بالطريق يا استاذ انت غلطان، انا جاوبه اجابه صح وانت ما قال كني ما جاوب. قالوا كمان تحدي ايش الجواب الصح؟ قال: كله انا قال كله كان الناس قال قطو حجار هي يرملون، بس المعنى حق انا تقربه لك علشان تفهمه باللهجه حق انا. الناس قال قطو حجار. قال: الناس قال قطو حجار. هو دمي يقول قطو حجار وطرح فوقي واحد الظهري واحد اقول حقي وانا قازع كبه. اتعلمكم درس من هذا الفشل، من هذا الخطا، اني ما اركن على الغش ابدا ابدا، واني ابني نفسي من نفسي وامشي على هذا المجال. لما اصبحكوا يعني كملكوا الثانويه والحمد لله، وبعدين خرجنا مراقبه اللجان ثالث اعدادي في احد مدارس يعني مديريه ماويه، وانا نقول مراقب حق اللجنه ثالث اعدادي. فبصرت طالب يعني قيمه الزاويه بده تكون معه غش. اقترب كل لما جنبه اخابه معه سجل طويل عريض، اخرج هذا السجل وخلاص عرق فوقه انا ابوقها يا استاذ. هذا يعني المصير حقي مربوط به، يعني لبزك عليا ولا دبسك عليا انا راسب بناء منتهي. ارحمني يا استاذ انا ابوقها. قال: كل شيء خام عليه مو هي. اقوم اقرا هذا البصيره دي معه مكتوب بسباس توما كبزره بطاطا، يعني مواد حق البيت كلها هنا مطالب دي قطعه واحد يشتريها من سوق الربوع ولا من سوق احد، مكاتب بورقه.
قال كل يا ولد هذا بس هم الله يخارجك، اللي مو عندكم مادة الرياضيات مكتوب هذا؟ قال عادي تعامس يا أستاذ، أهم شيء نكتبه ومن صدقه، وأهم شيء نكتبه. وأخذ البلاء من هذا النوع. واليوم يا إخوتي في الله هذا الذي نهدف له بهذه القفدحة، إنه كثير من طلابنا للأسف يجي يقول السلام إخواتي ولا ما أيام اختبارات راح يختبر أو راكن على الغش، وعضو بعضهم يخلي واحد يختبر له. وهذا هو الفساد في التعليم الذي أصاب التعليم اليوم. يطلع واحد غشاش، لا هو لا يعرف بالدكتوراه ولا يعرف بالطب ولا يعرف بأي مجال، لأنه بني نفسه على الغش. والله تعبنا بالبداية يعني